يا مساء الجمال على احلى متابعين في الدنيا. حر وفرهاده ورطوبه، الجو ده عايز ايه؟ ايوه، ايس كوفي منعش لذيذ وكمان بالعسل الابيض، يعني صحي والطعم خطير، احلى من الكافيهات بكتير. وانا داليا. لو اول مره تشوفيني اشتركي في قناتي على اليوتيوب، لايك وشير لو عجبك الفيديو، ويلا بينا نعمل احلى ايس كوفي في الدنيا. نص كوبايه قهوه سريعه الذوبان، بننزل عليها بنص كوبايه من الميه السخنه، بس تكون الميه ما وصلتش لدرجه الغليان عشان القهوه ما تمررش مننا. بقلب القهوه كويس جدا، اتاكد اني دابت في الميه واسيبها على جنب تبرد. وفي بولة نظيفة وناشفة بنزل بكوباية من العسل الأبيض، وبالمضرب الكهربائي هضرب العسل مدة ما تقلش عن 7 دقايق لحد ما لونه يفتح خالص يبقى أبيض، وفي نفس الوقت يبدأ حجمه يزيد. ولو بتحبي تحافظي على أدواتك الكهربائية زي كده، بتضربيه 3 دقايق وبعدين تريحي المضرب شوية لحد ما يبرد خالص، وبعدين ترجعي تضربيه مرة تانية. أهم حاجة إنه يوصل عندك بالقوام ده، باللون ده. وانزل عليها بنص كوباية قهوة سريعة الذوبان اللي دوبتها في المية السخنة، وابدأ اضرب كويس جدا. وفي المرحلة دي لو لقيتي القوام لسه سائل، بنعمل حركة لطيفة جدا، بتحطي البولة بكل المكونات اللي فيها في الفريزر لمدة ساعة. في الساعة دي بتبصي تلاقي قوامه تقل شوية ويبدأ يدي معاكي نتيجة أسرع. بعد ساعة بتطلعيه من الفريزر، ترجعي تضربيه تاني بالمضرب، هتلاحظي ان قوامه بقى اتقل، بقى كريمي اكتر، ولونه بدأ يفتح. ولمزيد من الدلع بننزل بمعلقة كبيرة من الكريم شانتيه ونرجع نضرب تاني. والخطوة دي اختيارية، ممكن تستغني عنها، بس أنا بحب إيه يعني روقان، يعني روقان روقان وروقان بزيادة. ماشي. لو لقيتي برضو القوام مازال خفيف، مش مديكي التماسك اللي انت عايزاه، مش مديكي القوام اللي انت مستنياه، بترجعي تحطيها في الفريزر لمدة ساعة. بعد ما تطلعيها من الفريزر هتبصي تلاقيها تقلت عن الأول. مجرد ما بترجعي تضربيها بيديكي قوام كريمي جدا متماسك، كأنك عاملة كريم شانتيه وهتزيني بيه تورتة. لازم توصلي للقوام المتماسك جدا اللي ما يقعش من البولة خالص. ده محتاج منك شوية صبر، وانك تحطيها في الفريزر لمدة ساعة. كل ما تحطيها هترجعي تلاقي القوام بقى بيتقل معاكي، بيديكي التماسك اللي انت عايزاه. وكل ما كانت ساعة بتديكي نتيجة أحسن. أنا وأنا بعملها احتجت إني أحطها 3 مرات في الفريزر، كل مرة عبارة عن ساعة. طبعا أنا بحطها في الفريزر، بتروحي تعملي أي حاجة تاني في الشقة، توضبي حاجة، تظبطي حاجة، وبعدين تطلعيها من الفريزر ترجعي تضربيها، تلاقيها تديكي نتيجة ممتازة. المهم في الموضوع إن انتي لما تلاقيها سايلة ما تتخضيش، ما تفتكريش إن هي فشلت منك، ما ترميهاش، لا، انتي مجرد هتحطيها في الفريزر ساعة تبدأ تتماسك وتديكي الشكل المطلوب. بصوا، هو ده اللي أنا كنت عايزاه بالظبط، كريمة متماسكة تقيلة وفي علبة التلاجة نظيفة وناشفة. ببدأ إني أنزل كريمة القهوة واحطها فيها وابدا اعبيها واحطها في الفريزر. دي بتكفيني فتره طويله جدا. ميزتها لما بتطلعيها من الفريزر ما بتكونش متجمده، لا، ده بتكون تقدري تاخدي منها بالمعلقه عادي جدا، تستخدميها اكتر من مره. الكميه دي بتكفيني فتره كبيرة جدا. طبعا لو قارناها بأي آيس كوفي في أي كافيه هتبصي تلاقي فيه فرق شاسع جدا في السعر، فرق كبير جدا في الطعم. اللي انت عاملاها في البيت غنية أكتر، صحية أكتر، ولذيذة ومنعشة في الصيف، بتديكي إحساس جميل جدا وبتغير مودك للأفضل. وبتحتفظي بالعلبة دي في الفريزر، تاخدي منها وقت ما تحتاجي. لو جالك ضيوف فجأة فانت جاهزة. في مجاتك الجميلة بتحطي مكعبات تلج وشوية لبن، وتنزلي بمعلقة من الفوم الجميل اللي عملناه ده، يطلع لك أحلى آيس كوفي. مش هيصدقوا ان انت عاملاه في البيت، هيقولوا انت جايباه من بره جاهز. وبكوباية عسل ونص كوباية قهوة سريعة الذوبان عملنا أحلى فوم آيس كوفي
حطيناه في علبة بيتحط في الفريزر يفضل عندك فترة، وبألف هنا وشفا. جربيه واتبسطي.